اكيد طبعا كل النصائح اللي انت خدتها من ناس تانية بتدور ما بين انك تبدا تذاكر وتشتغل وتجيب اخرك، وفي نفس الوقت تكون بتدعي ربنا سبحانه وتعالى بيقين عشان ربنا سبحانه وتعالى يوفقك في النتيجه وتجيب ساعتها مجموع. بس الحقيقه في ضلع ثالث للمثلث ده يعتبر من اهم الاضلاع ومن اهم الحاجات اللي لازم تعملها لو انت عايز تتحول، يعني تقدر تقول كده، من الايكونومي للبيزنس كلاس، هتبقى فعلا شخص في اي بي يا باشا، انت هتبقى سوبر مان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاك زياد السيد. طبعا انا بتاسف لك جدا ان انا كل شويه اتنقل من مكان لمكان، بس انا الحقيقه دلوقتي يعني في اوضتي بقدر اتكلم براحتي واحسن لي كتير، وبقدر اوصل رساله بصوره احسن ان شاء الله. رمضان في السنه الهجريه لسه منتهيه من يومين دي، هي كنت قاعد في يوم من الايام وانا كان عندي يعني شويه مشاكل على خفيف كده، مش عايز اشغل دماغك بيها. المهم وانا بقلب لقيت مقطع على الدكتور حسن شومان هو بيتكلم فيه عن حاجه هو كان بيعملها او حاجه الناس عملتها من صحابه لقوا بيها نتيجه غير مسبوقه، او حاجه يعني اللي هو يعتبر معجزات، هو كان بيحكيها على انها معجزات حصلت. والحقيقه كان جوايا فضول كده، قلت طب ما اخش اشوف هو بيقول ايه. لما دخلت واتفاجئت الصراحه بقصص كتير جدا كان قاعد يروي فيها ويقولها، وكان بصراحه قصص كلها جميله جدا. الحقيقه انا قلت اجرب يمكن الموضوع يطلع صح. وارجع معاك بقى شويه قبل دخول رمضان. لما بتدخل رمضان طبعا انت بتفتكر التراويح والناس الحلوه اللي بتصلي وكل حاجه، فانا الحقيقه انا بحب الشيخ ناصر القطامي جدا، ويعني من اهدافي ان انا فعلا ان شاء الله في يوم من الايام هروح اتصور معاه واصلي وراه في المسجد بتاعه سواء كان في جده او في الرياض. بس الحقيقه ما كانش في خططنا ان احنا نروح السعوديه ولا نروح مثلا نعمل عمره او حج قريب، فمش هقدر اوصل له حاليا، وكان الموضوع بالنسبه لي يعني مجرد رغبه وقتها في الوقت ده. فالمهم بعد ما جربت الحاجه اللي الدكتور حازم شومان كان بيقول عليها دي، هتفاجئ بمقطع زي اللي انا هوريه لك ده دلوقتي. وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. زي ما انت شفت كده لقيت فيديو لشخص بيقلد ناصر الخطامي، بيجيب النبره بتاعته بكل حاجه بكل الكلام ده، والحقيقه كنت حابب جدا ان انا اسمع الشخص ده، لان هو يعني انا بحب ناصر الخطامي وبحب حتى اي حد بيقلده، وبقول يمكن الشخص ده يكون موجود في القاهره ولا حاجه، فقلت اشوف الشخص ده موجود فين. قلت لو حتى في القاهره مثلا ممكن اروح وراه مره مثلا في رمضان ولا حاجه. فلما بدات اشوف الشخص ده موجود فين، الاقي الشخص ده موجود في نفس المحافظه اللي انا موجود فيها. الله 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 الله. طيب كويس، لما نروح 4 5 مرات مش مشكله، بضرب له ساعه كامله ونروح نشوف هو موجود فين في المحافظه اللي انا فيها، وبعد كده اروح اشوفه ولا اصلي وراه. المهم دخلت كتبت في التعليقات يا جماعه هو الشيخ ده موجود فين، موجود فين في المحافظه دي؟ قالوا والله ده موجود في الشارع فلان الفلاني. الله الله، ده مش معقول كده، ده مش معقول كده بقى بجد. موجود في الشارع الفلاني الفلاني ازاي يا جماعه؟ ما في الشارع ده، انا في الشارع ده ازاي هو موجود؟ وانا عارف الشارع بتاعي كله، وعارف ان هو ما فيهوش يعني مساجد كتير، هو مسجد واحد يمكن اللي موجود. المهم قالوا لا لا لا، المسجد ده موجود فعلا في الشارع ده، بس يعني في دخله كده جانبيه انت اكيد ما رحتهاش. فقلت طيب، بدات اروح اشوف الشيخ ده موجود فعلا ولا لا، وانا بصراحه رايح وهو مكدب، يعني اللي هو اكيد الموضوع مش حقيقه. شفت انت توم جيري كده لما كان توم بيشوف حته اللحمه او بيشم ريحتها فيروح تلاقيه طاير مع الريحه، انا حرفيا كنت طاير مع الصوت كده. المهم رحت ولقيت الشيخ اللي بيقلد ناصر القطامي ده فعلا موجود المسجد فعلا، وموجود ناس كتير بتصلي وراه، وطلع الشيخ ده معروف من زمان. يا جماعه ده معقول؟ يعني معقول بعد ما طبقت الحاجه دي يومين بالظبط الاقي الحاجه اللي أنا اصلا عمري ما طلبتها، يعني عمري ما قلت انا نفسي اصلي ورا ناصر القطامي هنا، او يعني أنا قلت عايز اروح اصلي ورا ناصر القطامي هناك في السعوديه. فما توقعش ان ممكن موقف زي ده يحصل، والموقف ده بالنسبه لي كبير جدا. وحرفيا انا قعدت، انا كنت ما صدقتش غير لما قلت الله اكبر وصليت وراه حرفيا. الحقيقه الموضوع ما وقفش على كده بس، ده بعديها بيومين حصل موقف برضه يعتبر غريب شويه. كنت رايح انا بصراحه اخلص ورقه كده معينه، فالمهم كان في طابور بتاع 20 30 واحد ولا حاجه، فهقعد استنى ساعه يعني مثلا. والعبد لله اللي قدامك ده بيكره اي حاجه فيها انتظار، اي حاجه فيها انتظار. بص انا خلقي ضيق بطريقه مش طبيعيه يعني، اي حاجه فيها انتظار بالنسبه لي يعني بص ما فيش بعد كده. فالمهم قلت طب هعمل ايه يعني، ما فيش حاجه تتعمل. قلت طب اقف اذكر ربنا بقى ولا حاجه، حتى الموبايل معايا ما كانش فيه كتب عشان اقعد اقراها او حاجه، قلت اذكر ربنا بالذكر اللي هو قال عليه ده. بعد ما خلصت، او بعد ما خلصت ايه ده، بعد تاني واحده خلصتها، يعني تاني ذكر، ولا الموظف ساعتها بيقول يا جماعه الاساتذه اللي تبع المكان الفلاني يروحوا هنا، ولا الاساتذه اللي تبع المكان العلاني يجوا هنا. فالمهم كله راح تبع المكان الفلاني، وانا واحد بس كنا تبع المكان العلاني.
يا دوبك بس اول ما خلصنا ودخلنا على الراجل الموظف، يا دوبك كانت دقيقتين ومخلص وماشي. يا اخي اقسم بالله لو حد حكى لي المواقف دي ما هصدق. والحاجه دي بكل بساطه هي ان انا كنت بصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. انا متاكد مليون في الميه انك سمعت الحديث بتاع من صلى عليه صلاه صلى الله عليه بها 10 سمعته يجي مليون مره. بس هل عمرك فكرت يعني ايه اصلا ربنا سبحانه وتعالى يصلي عليك 10؟ يعني ايه عمرك فكرت فيها دي؟ خليني اقول لك كده، ولله المثل الاعلى طبعا. بس تخيل معايا انك مثلا داخل رايح تخلص ورقه في المحافظه، مبنى المحافظه، ولقيت المحافظ بنفسه جاي معاك ويخلص معاك الورقه دي، وتخلص يا باشا ويلا اتفضل. تخيل معايا ممكن الكلام ده يحصل؟ طب ما بالك بقى لو ربنا سبحانه وتعالى قال انا معاك في الامر بتاعك دايما، وانا اللي بمشيه لك وانا اللي بسهله. ما هي دي الصلاه بتاعت ربنا سبحانه وتعالى عليك، هو انه يكفي همك ويزيل غمك ويحل المشكله بتاعتك. وطبعا لا اخفيك سرا ان انا اصلا كنت بعد ما خلصت ثالثه ثانوي شفت فيديو كده لمصطفى حسني كان بيتكلم فيه عن فكره انك لما تكون قاعد ومستني حاجه معينه، يا اما تطلع حلوه يا اما تطلع مش عاجباك، يا اما تطلع عاجباك يا اما تطلع مش عاجباك. وانا وقتها ان افضل حاجه تعملها هي انك تقعد تصلي على النبي. ففعلا انا قعدت اصلي على النبي الحمد لله، يعني لما النتيجه بتاعتي ظهرت الحمد لله طلعت عاجباني جدا. فانا الحقيقه حبيت اشاركك الموضوع ده اللي غالبا ناس كتير ما اتكلمتش عنه تقريبا في الثانويه كلها. والحقيقه بقى لو انت عايز تسمع قصص عن كرم ربنا سبحانه وتعالى هتشوف الفيديو اللي هيظهر لك غالبا دلوقتي، او لو ما ظهرلكش هسيبه لك تحت في الديسكربشن. باذن الله باذن الله ان شاء الله خلاص بقيت تكه وتبقى طالب جامعي. ان شاء الله بعد الامتحان على طول هتلاقي فيديو جديد نازل. ان شاء الله ان شاء الله يعجبك، ان شاء الله ان شاء الله يعجبك. هتبقى اول مره اشوفها، هيبقى موضوع اول مره حد يتكلم عنه في الثانويه كلها، مع انه هيبقى اكتر دفعه جديده، ولكن انا متاكد الدفعه القديمه هتحبه جدا جدا جدا. ان شاء الله ان شاء الله يعني. بشوفك في فيديو جديد، مع السلامه.